انت بتدي صبر اديتي له كام واحده النهارده؟ اديتي له الحلو وبتجيب لنا الوحش. يلا بينا نعمل احلى كيلو كبده. يلا. ايوه يا ست الكل، ما تضايقيش بقى الناس، ما تضايقيش الناس بقى كفايه. تعالى لي يا فوكس حبيبي فوكس. ايوه فلك سوي يا عم صابر. هسوي لك ده يا باشا، ليك وحش يا فوكس. يا عم صابر عرفنا بقى تسويه ازاي. هنطيب حته مثلا القلب وحته الحلويات، هنطيب كل حاجه لوحدها وهقول لك هنا. دي حته دهن بيت الكلاوي بتاع الكلوه. انت بتحب زيت ليه يا عم صابر؟ حاجه تمسي الصاج بس، حاجه تمسي الصاج. الناس بتعلق بتقول ان الزيت غلط. لا لا لا، ما انا بجيب زيت نظيف، انا بجيب جوده زيت نظيف مش اي زيت، علشان تبقى النفس وطعم اللقمه حلو. الناس بتعلق بتحب الزيت بس. لا هقول لك انا، لو الزيت وحش هيحرق صدر الواحد في الاكل. بعد الاكل لو حس ان في حرقان في صدره تبقى انا من العيب من عندنا، بالذات لقمه الكبده. لو حسيت يا باشا بحرقان في صدرك بعد اللقمه، بعد الفطار الكبده، تبقى قول زيتي وحش، قول اكلي وحش، قول زي ما تقول بقى. مبرر اهو، مبرر ولا مش مبرر؟ صح كده يا عم صابر. فدي انا والله العظيم بجيب انضف حاجه، اقسم بالله بجيب انضف بزازه زيت، انضف كبدايه، الكبدايه اللي جودتها حلوه بتاع عود بلدي حلو كده يعني، والناس تشهد بكده وتحكم بكده. ولو يا باشا انت بتعلق على الصاج او بتعلق على الزيت او بتعلق على عمايلي، لو جالك حرقان بعد الاكل على صدرك تبقى قول لي. بس الاكله المفضله بالذات اللي ما بتجيبش حرقان بعد الفطار، الكبده الجمل وريحه الكبده الجمل. اتفضل يا حاج، اتفضل يا باشمهندس. وعاوز اقول للناس المحترمه، الناس اللي هي المفروض تكون لها هيبه قدام الناس ومحترمه قدام زبونها وقدام الناس اللي بتستلم منها شغل، عيب عليكم ما تجيبوش سيره حد تصل لي كلام ان في صبر بيجيب بتودي له الخيره، في صبر بتودي له الحاجه الحلوه. عيب، انت كده هتنزل من النظر اللي انت بتاخد منها. يعني في بعض من الناس انا مش هقول لك حد يعني معين، وهو بيستلم شغله بيقول لام محمد وبيقول له كام حد بيجيب لنا كبده مثلا بنستلموا منه كبده من المذبح، انت بتدي لصابر الخيره انت بتدي له كام واحده؟ طب وده عيب عليك، ده انت هي تسمع منك وهتنزل من نظر الناس وانت بتقول لها كده. عيب، انت راجل محترم، ليك كافيتيريا، ليك هيبه، ليك معنى تاني، ما تجيبش سيره الاخرين عشان ما تنزلش من نظر الناس. حد صاحب كافيتيريا، حد صاحب كافيتيريا بيقول لها انت بتدي ايه؟ بيقول للست ام محمد معانا في المذبح انت بتدي صبر اديتي له كام واحده النهارده؟ اديتي له الحلو وبتجيب لنا الوحش. مركز معاك يعني. مركز معايا جامد. اعوذ بالله. لا يا عم ركز في شغلك يا عم، ما تركزش في حد يا عم عشان ربنا يبارك لك. عشان ربنا يبارك لك بتاع الناس، خلي بالك على بتاع الناس. عشان تلاقي بتاع الناس فيه بركه. بالظبط كده. ما تشغلش نفسك بحد، اشغل نفسك باللقمه النظيفه قدامك والحاجه اللي بتعملها بس. واحنا برضه مش هنقدر نبلغ حد وخلي اللي يقول. الله يسهل لكل واحد، انا بسميش حد، بس الطرف اللي بيجيب لي كبده بيقول لي مثلا ايه، فلان بيجيب سيرتك كتير. ضايقني اهو، فلان بيجيب سيرتك، فلان بيجيب سيرتك. قلت لها لو جاب سيرتي بص على الحلويات. بص يا باشا بألف انا وشفك،
دي حته كبدايه ب1000 انا شايفها. خلينا في الحاجات الحلوه دي. لا انا بنصح والله الراجل اللي هو بيجاب سيرتي في غيابي. عيب عليك، انا مكسوف له قدام واحده ست. انا مكسوف له، ما تجيبش سيره حد عشان ما تنزلش من نظر الناس، خليك راجل محترم وليك هيبه. ما تجيبش سيره الاخرين. ب1000 انا شايفها اللي ياكل. ب1000 انا شايفها دي اخر قطايه يا باشا دي. اخر قطايه. ب1000 انا شايفها. استنى بقى كده. ب1000 انا شايفها.